اجتمعت العائلة حول مائدة الغداء، وبعد دقائق وصل أخي فرحا وعلى شفتيه الكثير من الكلام. بدأ حديثه قائلا: يوم بألف يوم من حياتي الجامعية عرفنا فيه معنى العطاء بمشاركتنا في حملة التبرع بالدم التي تقيمها إدارة الجامعة دعما لجرحى الجيش العربي السوري. لن أنسى تلك الابتسامات التي ارتسمت على وجوه زملائي، وكل منهم مستلقيا على سرير في غرفة قطاف الدم ليتبرع ببعض من دمه، آملا أن تكون هذه القطرات شفاء لغيره. قالت كندا: حقا إنه يوم لا ينسى، يا ليتني كنت معكم. أجابني: فكري بطريقة تلائم عمرك يا كندا للمشاركة معنا، فنتقاسم معا الشعور بالمسؤولية. لمعت فكرة برأسي، فسألت أبي: هل لك أن تساعدني في تصميم لوحة توضح فكرتي لزملائي في الصف؟ أجابني: نعم يا صغيرتي. قالت أمي: أنا سأساعدك أيضا، أحضري الألوان والأوراق لنبدأ. رسمت قطرة دم وسط لوحة ولونتها، ثم حطها بأسهم تشير إلى المستفيدين منها. في الجهة اليمنى طفلة على سريرها والطبيب بجوارها، وفي أعلى اللوحة جندي يرفع علم الجمهورية العربية السورية، وفي الجهة اليسرى طفل رضيع. ثم رسمت مجموعة من المرضى لأظهر نماذج متنوعة من أفراد المجتمع الذين قد يحتاجون إلى نقل الدم. ارتسمت في مخيلتي صورة زملائي، والدهشة تعلو وجههم عند عرض فكرتي. مع بزوغ شمس الصباح انطلقت فرحة إلى المدرسة، وأخبرت معلمتي عن رغبتي بتقديم عرض لزملائي، فشجعتني وحددت مدة 10 دقائق له. وعندما حان الوقت عرضت اللوحة التي جهزتها، متحدثا عن فوائد هذه الحملة للفرد والمجتمع ومشاعر المشاركين فيها كما أخبرني أخي. وعلى الفور بادر صديقي كينان قائلا: عمرنا لا يسمح لنا بالتبرع بالدم، فما رأيكم أن نشارك في الحملة القادمة بالذهاب إلى مركز نقل الدم لاستقبال المتبرعين؟ أثنت المعلمة على مبادرتنا، ووافقت أن تشاركنا مع ممثل عن الإدارة ومن يرغب من أهلنا. في الموعد المحدد توجه فريقنا برفقة المعلمة وبعض الأهل، ووقفنا صفين متقابلين أمام باب مركز نقل الدم نستقبل المشاركين في التبرع بالدم ونودعهم بالأزهار تشجيعا وامتنانا. شكرتنا إدارة المركز لمبادرتنا اللطيفة، وعدنا نحمل ذكريات جميلة سترافقنا مدى الحياة ليوم لا ينسى، فقد وجدنا طريقة للمشاركة تلائم أعمارنا.